وهنجيب الأخضر الليموني ده وندهن بيه الوش كله. ايه ده؟ كنت قاعدة زهقانة وبدور على فكرة فيديو جديد، فلقيت فكرة جامدة جدا، وهي إن نحول شخصية كرتونية لشخصية انمي. احترت شوية في اختيار الشخصية المناسبة، بس بعد كده افتكرت إن أنا كراش الطفولة بتاعي كان داني الشبح. كنت بحب الكرتون ده جدا، وقررت إن هو هيكون اختياري للتحدي ده. وهشارك معاكم ستايل جديد في الرسم اللي بقالي فترة بتمرن عليه، يمكن يساعد الناس اللي بتحاول تلاقي أسلوبها. ليه يا عمو؟ ليه يا عمو؟ وهشارك معاكم ستايل جديد في الرسم اللي بقالي فترة بتمرن عليه، يمكن يساعد الناس اللي بتحاول تلاقي أسلوبها أو ستايلها في الرسم، خصوصا إني همشي معاكم خطوة بخطوة من أول السكتش لحد الرسم النهائي. بيقولك هو مين اللي دايما يقول لي ويعرفني منين؟ ما تقاطعنيش. بيقولك أهم من الشغل تظبيط الشغل. باخد لفة سريعة، اوكي مش سريعة قوي يعني، في بنترست بجمع فيها صور او رسومات تشحنلي طاقة الابداع عندي. وبما اني برسم بستايل جديد مش متعودة عليه، فمحتاجة يكون عندي مصادر من نفس ستايل الرسم او حاجة قريبة منه عشان ابني عليها الرسمة. دي كانت الصور اللي جمعتها، وخلال الفيديو هشرح لكم كل صورة اخترتها على اساس ايه. دلوقتي نقدر نبدأ بأول خطوة، وهي السكتش. كنت عايزة أرسم زاوية وش جانبية شوية، فاستخدمت الصورة دي كريفرنس. بدأت أرسم دايرة، بعد كده حددت زوايا الوش بخط أفقي وخط رأسي. ملامح الوش مش هرسمها بالظبط زي الصورة، يعني مش هرسم لسانه طالع برا، كمان العيون هرسمها بشكل مختلف. من الحاجات اللي بتساعد في رسم زاوية الوش انك تحددها على الصورة نفسها، زي مثلا هنا عملت دايرة بحجم الراس وخطوط للدقن وخط طول وخط عرض يحدد زاوية الوش واتجاهه. الشعر ما كنتش لسه محددة هرسمه ازاي، فعشان كده شكله غريب، معلش اعذروني، بس حاولت يعني اقرب لنفس شكل الشعر في شخصية داني نفسها في الكرتون. يعني مثلا داني عنده قصة جانبية، فبحاول ان انا ارسم نفس الشكل ده في الرسمة بتاعتي. كفاية كده على السكتش، انا عارفة ان شكله شبه سلطان في غبي منه فيه، بس كل ده هنظبطه كمان شوية. Trust the process. دلوقتي نقدر نخش في الخطوة التانية، وهي اللاين ارت او تحديد الرسمة. بدأت بتحديد خطوط الوش، ولا دي مش نظرة تأمل، انا هنا كنت استوعبت اني نسيت اقلب الكانفاس. الخطوة دي مهمة جدا ومفيهاش اي مجهود، حرفيا هي تكة زرار، بس على الرغم من كده في ناس كتير ما بتعملهاش، وناس دول انا يعني، واكيد في ناس تانية طبعا ما بتعملهاش. في ناس بتبقى شايفة انها مش خطوة مهمة، في ناس بتبقى شايفة ان هي ملهاش لازمة، في ناس زيي انا كنت شايفة ان قلب الكانفاس ده كان يعني بصراحة كان بيجيب لي اكتئاب، لان انا كنت لما بقلب الكانفاس كنت بحس كاني كنت برسم برجلي مش بايديا خالص، فما كنتش بعمل الخطوه دي. يعني ليه اضايق نفسي اصلا؟ كده كده لو حد شاف الرسمه مش هيهتم لدرجه انه يقلب الرسمه ويطلع فيها الغلطات اللي انا يعني مش عايزه اشوفها، فليه اعمل كده واتعب نفسي؟ بس الحمد لله كبرت وعقلت وفهمت ان الحاجات البسيطة دي هي اللي بتفرق في تطورك في الرسم، انك لما بتقلب الرسمة بتاعتك بتشوف غلطاتك فين وبتشتغل عليها. إن لو ما عملتش كده ممكن محدش ياخد باله، بس الناس اللي مش هتاخد بالها دي اغلبيتهم هيكونوا مستواهم في الرسم اقل منك، لكن اللي مستواهم اعلى منك هيشوفوا الغلطات دي من غير حتى ما يحتاجوا انهم يقلبوا الرسمة. تعالوا بقى اوريكم ازاي رسمت الشعر والملامح بتاعت الوش. اعتمدت في رسم الشعر على الصور دي، طبعا طريقة رسم الشعر هنا خرافية، مفتكرش هقدر اعمل زيها بالظبط، بس هحاول يعني اعمل حاجة قريبة منها. عشان اساعد نفسي بقسم الشعر لاجزاء كبيرة كده وارقمها، ده بيساعدني في مرحلة الرسم ومرحلة التلوين كمان علشان الالوان ما تدخلش في بعضها. بدأت أشتغل على رسم الملامح والعيون اللي هي بسبب اكتئاب رسامين كتير، واللي بسببها ممكن ما تكملش الرسمة أصلا. بس خلينا أقول لكم إزاي نحلل رسم العيون. إحنا دلوقتي بنرسم أنمي، ما بنرسمش بشكل واقعي، فلو هنتكلم عن رسم شكل العيون في الأنمي وخصوصا للميل كاركترز، هنلاقي إنها بتاخد شكل هندسي اسمه الباراليلوجرام، وبيتغير حجمها بين واسع أو ضيق على حسب طبيعة الشخصية. يعني مثلا لو الشخصية قوية أو غامضة أو ليها ماضي حزين بتكون العيون ضيقة ومستطيلة، إنما لو الشخصية مرحة أو ودودة بتكون العيون واسعة وشكلها أقرب للدايرة. طبعا الكلام ده مش قاعدة عامة، بس لو انت مبتدئ ممكن تبقى حاجة كويسة تبدأ بيها تمشي عليها في رسم العيون.
كده خلصنا الشعر والملامح ومش باقي غير الجسم. انا هعمل بس الجزء الفوقاني اللي هو الاكتاف بس، وهرجع للصورة الاولى عشان شكل الاكتاف فيها كان اوضح. كده خلصنا الرسم ودلوقتي هنخش على مرحلة التلوين. واول درجات الوان اللي هبدأ بيها هي نفس درجات الالوان اللي في الكرتون نفسه. استخدمت نفس درجة الرمادي للون الشعر وبرضو نفس درجة البشرة خدتها زي ما هي، بس بصراحة كنت قلقانة شوية من الدرجة دي لانها اغمق عن اللون اللي انا بلون بيه عادة. يعني لما بلون البشرة بلون دايما بلون افتح من كده بكتير يعني. بس لما لونت العيون بعدها باللون الاخضر الليموني ده كان لايق جدا مع لون البشرة وكان يعني منطقها جدا. من الحاجات اللي اتعلمتها في التلوين البياض اللي في العين ده هو انك ما تستخدمش اللون الابيض، استخدم لون رمادي بس تكون درجته يعني افتح الدرجات بس مش ابيض. انا شخصيا بفضل استخدم درجة فاتحة بس من اللون الاحمر لان الشخصية كان اوريدي فيها اللون الرمادي كتير قوي، فكنت عايزة لون يكسر شوية اللون ده. ونفس الدرجة استخدمتها ولونت بيها الاسنان. كان الودن شكلها صغير فكبرت حجمها شوية عشان يكون شكلها متناسق اكتر مع الوش. وبعد كده جبت درجة اغمق شوية من درجة البشرة عشان استخدمها في اماكن التظليل زي تحت الرقبة، وبعدها دخلت على الحواجب. هي اصلا في الكرتون كانت لونها اسود فعملتها برضو باللون الاسود زي ما هي، بس سبت شوية فراغات كده عشان يكون شكلها طبيعي اكتر ويبان شكل الشعر فيها. ورجعت تاني اكمل تظليل البشرة. زي ما انتم شايفين انا مش محددة اتجاه معين هنا للضوء، بس في اماكن اساسيه لازم تكون متظلله في زاويه الوش دي بالذات. الاماكن دي هنا محددها لكم بالاحمر، ممكن تستخدموها كريفرنس في التلوين لو انتوا لسه مش متعودين على ان انتوا تحددوا اتجاه الضوء او ان انتوا تبقوا فاهمين ايه الاماكن اللي هتبقى فيها ظل والاماكن اللي هتبقى فيها نور او اضاءه. كده نبقى خلصنا التلوين الاساسي للرسمه. دلوقتي بقى هنخش في مرحله اللعب بقى، نحط بقى التاتشات ونلعب بالبلندنج مودز عشان نحول الرسمه من كده لكده. اول حاجه اشتغل عليها هي البشره. درجه البشره هنا كانت باهته قوي فمحتاجه استخدم لون يخليها ساتوريتد اكتر، فجبت اللون الليموني ده ولونت بيه الوش كله او البشره كلها، وهي على فكره نفس درجه لون العين وممكن تستخدموا اي لون مش لازم اللون ده. المهم ان اللون اللي بتستخدموه تستخدموا اكتر درجه ساتوريتد او فاقعه فيه، بلاش درجات تكون فاتحه قوي او غامقه قوي عشان مود الساتوريشن يشتغل صح. احنا لو بدأنا كلام عن البلندنج مودز مش هنخلص، يعني دي محتاجه فيديو لوحده، بس لو اختار استفاده واحده اقول لكم عليها دلوقتي هي انها بتوريك تركيبات الوان مختلفه يمكن ما كانتش تيجي في بالك اصلا. انا عارفه ان في نظريه الوان وان انت لازم تعرفها عشان تساعدك في اختيار الالوان لرسمتك، بس بصراحه انا بحب الفري ستايل وبحب اجرب تركيبات غريبه للالوان، والبلندنج مودز هي اللي بتساعدني في ده. على سبيل المثال مود الهارت ميكس هنا خلى اماكن التظليل باللون الاصفر، اما مود الاكسكلوجن خلاها باللون الاخضر. لما حطيتهم فوق بعض عملوا ميكس حلو ما بين اللونين، واللون الاصفر كان مدي ضي للتظليل حلو جدا. تركيبه زي دي كان مش صعب انها تيجي في دماغي الا لو ما كنتش جربت بلندنج مودز مختلفه واشوف تاثير كل مود على الالوان اللي استخدمتها. لو حابين نعمل فيديو منفصل نتكلم فيه عن البلندنج مودز بالتفصيل اكتر اكتبولي في الكومنتس. لما بدأت في تلوين الشعر ما كنتش عارفة انا بعمل ايه. انا عارفة انا عايزة ايه، انا عايزة اعمل حاجة شبه الصور اللي وريتها لكم، بس ما كنتش عارفة ابدأ منين. وانا تعمدت ان انا اسيب جزء الفيديو اللي كنت مش عارفة فيه ابدأ منين في تلوين الشعر. كنت حرفيا بخبط، بلون من اليمين شوية والشمال شوية، وده عادي جدا. ساعات كتير وانا بلون الصورة ما بتكونش واضحة في دماغي، على الرغم ان انا كنت عاملة تقسيمة للشعر المفروض انها تساعدني في التلوين، بس لما جيت اطبق كنت تايهة وما كنتش عارفة ابدأ منين. طبعا لما حسيت انه مفيش امل مسحت كل ده وعدت تاني من الاول. عملت كوبايه شاي حلوه كده تعدل المزاج، هي مش باينه في الفيديو بس تخيلوا ان هي دي كوبايه الشاي، واشتغلت بقى بتركيز. اول حاجه عملتها ان انا حطيت جنبي، هي مش باينه في الفيديو دلوقتي، حطيت التقسيمه بتاعه الشعر دي قدامي عشان استخدمها كريفرنس. وقبل ما ابدا تلوين عدت على الاطراف بتاعه الشعر. كانت الاطراف بسبب ان انا استخدمت الباكيت تول في التلوين فكانت اطراف الشعر مش مظبوطه، فقعدت عليها تاني ببرش هقول لكم عليها كمان شويه، هي اللي بتخلي اطراف الشعر شكلها ناعم وفلافي كده. هنا كنت بختار اللون اللي استخدمه في التظليل. في تظليل الشعر كنت عايزه استخدم لون يكسر الرمادي ده.
اخترت درجة لون بترولي يكون هو لون التظليل، وركزت ان اماكن التظليل تقسم الشعر الاجزاء زي ما قسمتها في الصورة اللي وريتها لكم. طبعا وانا برسم كان في اجزاء بتظبط واجزاء لا، فكنت بحاول فيها تاني وارجع تاني للصور اللي جبتها من بنترست واحاول اقرب منها على قد ما اقدر. اول حاجة ظللتها هو الخط اللي قاسم الشعر يمين وشمال. لما تيجي تظلل الشعر او حتى تضيف اضاءة او نور، تخيل الشعر عبارة عن طبقات فوق بعض. يعني مثلا حرف الام ده هظلله لان القصة مغطياه فمفيش ضوء بيوصله. نفس الكلام في اطراف الشعر اللي ورا. لو تخيلنا ان في كاميرا بتصور من قدام، فالاطراف دي هتكون ابعد عن الضوء. تعالوا بقى اكلمكم عن الفرشة اللي بعمل بيها الافكت ده. الفرشة اللي انا بستخدمها هي حرفيا عاملة زي قلم البورد اللي هو بيبقى مقطوع بالورب كده، عشان كده لما بلون بيه الخط بيبان انه ناعم وبياخد تمويجة كده حلوة قوي. البراش دي مش بستخدمها بس في الرسم او التلوين، دي كمان بستخدمها في الاريزر تول، وهي اللي بقطع بيها الخط اللي انا برسمه علشان يدي تكستشر خشن كده ويخلي يعني الرسمة تبان مخربشة حرفيا تدي افكت كده كأني وانا بلون القلم كان بيقطع مني. عشان اعمل الاضاءة اللي في الشعر جبت لون لبني، اذا ما كانش لايق قوي على لون العيون فرجعت غيرته بلون اخضر فاتح. رسمت خصل باللون ده في وسط الشعر عشان تدي اضاءة، وعملت شخبطة في نص الشعر ورجعت مسحت الاطراف بتاعتها ببرش مدورة عشان برضو تدي نفس افكت الضوء. عجبني في الصورة دي تظليل باللون الاحمر وحبيت اعمل حاجة زيه، فعملت لاير جديدة وعملت تظليل تاني للبشرة باللون الاحمر ده. خليت اللون الاحمر ده يبان تحت التظليل الاول، وبالإريزر تول بدأت ان انا امسح الخط بحيث برضو ان هو يبان كأنه متقطع، وعدت نفس التكنيك ده وانا بعمل تحديد للمرة التانية. وبس كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبعتذر لو جودة الصوت مش احسن حاجة، يعني انا بسجل بميكروفون السماعة، فان شاء الله كده اول ما نمسك فلوس اليوتيوب هنجيب مايك حلو بقى وهدلعكم. اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو لو عجبك، واكتب لي كومنت حلو كده، عايز اشوف اراء الناس، رأيكم في الفيديو، ايه الحاجات اللي انتوا حابيني اعمل فيديوهات عنها، ايه الحاجات اللي نفسكم تتعلموها. هنعمل فيديوهات كتير الفترة الجاية. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.